ماما منى زعلت علشان انا جيت لك من غير ما اقول لها. بص يا حبيبي، الست اللي بتتضايق انك بتروح لمامتك تبقى مش بتحبك. انت ابني اللي كنت في حضني قبل ما تتجوزها وتبقى في حضنها، انا اللي ربيتك. دي لسه يا دوب اول كام سنه جواز. ماما بصراحة عبده مش حابب ان احنا نسافر معاكم الاسبوع كامل، وبيقول بس ان هو عايز يبقى لوحده شوية. هو انت اتجوزتيه علشان يتحكم فيكي؟ ما انت كنتي قاعده في بيت ابوكي معززه مكرمه. اكيد زياره كل جمعه عندنا بتبقى تقيله على قلبه، ويا بنتي يكون عايز يقطعك عننا. اسمعني بقى، مراتك دي لو فضلت تشتغل مش هتعرف توازن بين شغل البيت واحتياجاتك وشغل الشركه، وانت لو تبطل تساعدها في شغل البيت هي هتعرف ساعتها انها مش هتقدر، وهتضطر تسيب الشغل وتركز في بيتها. شايف هدومك مش مكويه ازاي؟ وخسيت النص وشك بقى قد اللقمه. لو بتحبها خليك راجل وقعدها من الشغل وتهتم بيك زي الناس. ماما انا مرهقة جدا، الشغل والبيت خانقني. طب ما تسيبي الشغل، ما انت اتجوزتي خلاص، جوزك يصرف عليكي يا اختي. ما انا قلت لك قبل الجواز تسيبي الشغل ويديكي مرتبك. لكن ازاي ما بتسمعيش كلام امك ابدا؟ بص انا اصلا ما بحبش اتدخل ما بينكم، بس يعني ايه ست ترفع صوتها على صوت جوزها؟ ده انا عمري ما عملت كده مع ابوك. يعني هي مستنيه منك ايه؟ تديها قلمين على وشها؟ اديهم لها. يا ريتك ما تبقاش ضعيف الشخصيه كده يا حبيبي، انت ابني. ماما الحقيني، عبده بقاله فترة كده بيرجع من الشغل ساكت، مش عارفة بقى هو زهقان ولا طهقان مني، بس ما بيكلمنيش خالص، وانا ما بقتش عارفة اعمل ايه. بصي يا بنتي، انت مش خدامه عنده. لو مش عاجباه الحياه معاكي يقول من بدري. ولا هي رجاله الايام دي ما بقتش بتقدر النعمه؟ ده يشيلك فوق دماغه، ده انت طالع عينك في البيت والشغل وكل حاجه. لو كل مشكله تروح تقولها لماما يبقى اتجوزت ليه يا عينيا؟ ما كنت تخليك قاعد جنبها احسن. ولو كل خناقه هتروحي تحكيها لمامتك يبقى انت مش بتبني بيتك انت، ده انت جايبه ماما بقى تدير لك حياتك. الخصوصيه بينكم مش رفاهيه، ده الامان لاي جوازه ناجحه. عشان كده هديكوا شويه نصايح تساعدكم تحافظوا على بيتكم من تحكمات مامتك ومامته. واحد، بتحب مامتك طبعا واكيد ولازم، بس ما ينفعش تخليها تدير بيتك بريموت كنترول وكانها عايشه معاكوا في نفس البيت وكل كبيره وصغيره تعرفها لها. اتنين، اعمل حدود واضحه اول الجواز وكله بالحب. خليك ذكي، هي امك والتانيه مراتك. امي بره قرارات بيتي، ومراتك كمان بره حواراتك مع مامتك، وافصل القوات بينهم كده بالحب. تلاته، اول ما تسمع كلمه خد يا ابني نصيحتي اقفل ودانك واشكرها وابتسم وخد قرارك انت ومراتك بعيد. والكلام اللي فات اللي انا قلته ده للرجاله والستات. اربعه، مشاكل البيت تفضل جوه البيت. الخناق بيخلص بس الكلام اللي اتقال لاهالينا عمره ما بيتنسي. فكر انت وهي 100 مره قبل ما تطلعوا اي شكوى بره باب الشقه. خمسه، خليك راجل في بيتك مش ابن امه الصغير. لو كل شويه رايح لامك تستشيرها في الفاتوره والمصيف والاكل مراتك هتحس انها متجوزه اتنين مش واحد. سته، الست كمان لازم تفصل بين بيت جوزها وبيت اهلها. مش كل حاجه تزعلك تجري تروحي تشتكي لماما. اللي يحمي جوازك ان مامتك ما تسمعش كل كلمه جوزك بيقولها. سبعه بقى، وحطوها حلقه في ودانكم، لو اهلك او اهله غلطوا فيكوا دافعوا عن بعض بود واحترام، ما تعوموش على عمهم. ما تبقاش بتهزر على حساب مراتك وتطلعها على المسرح عشان قال ايه القعده العائليه حلوه وتبقى مراتك اللي عليها الحفله. وانت كمان ما تقوليش كلمه تقلل منه وسط تجمع عائلي عندكم، عشان عيب. كل واحد فيكم لازم يحس ان التاني ظهره وسنده. اهالينا اكيد بيحبون، بس الحب من غير حدود بيخرب البيوت. وفي الاخر والله انت وهو هتتصالحوا وتنسوا الخلافات، واهلك واهله هيفضلوا شايلين في قلبهم ومش ناسيين. اكتبي لي انت وهو بصراحه، حصلت خناقه كبيره بسبب تدخل امهاتكم في حياتكم وتصرفتوا ازاي علشان تتخطوه.